السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحسد مذكور في القرآن، ولكن مش كل ما يحصل معك حاجة يبقى انت محسود. ليه؟ لأن ممكن يكون ابتلاء من الله عز وجل. ربنا بيقول في سورة المؤمنون: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وممكن تكون مصيبة انت عملتها وبتخلص منك، ذنب عملته وبيخلص. بيقول الملك في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. طب أنا ليه بقول لك كده؟ علشان خاطر مش كل حاجة تحصل لك ترميها على شماعة الحسد، ممكن تغفل عن حقيقة ربنا عز وجل عايزك تشوفها. كتبنا قصيدة بعنوان أبو العنيان بتتكلم عن الحسد، بتقول لو قافل بيبان الشر لابد تلاقي حدافه، ولو نقط لسانك در لابد تلاقي خطافه، فخليك في الطريق معدول وهو وقلبه يتصافوا. لو قافل بيبان الشر لابد تلاقي حدافه، ولو نقط لسانك در لابد تلاقي خطافه، اللي بيلقطوا الكلام يعني لابد تلاقي خطافه، فخليك في الطريق معدول وهو وقلبه يتصافوا. وسيبه يشوف جمال خطويك بتوقف ليه، ومال قلبه اللي مش راضي، ومال رجليك ومالها عنية. وسيبه يشوف جمال خطويك بتوقف ليه، ومال قلبه اللي مش سالك، ومال رجليك ومالها عنية. ومين بيمسك لسان الناس؟ ومين قالك مسك يدك؟ وياخد منك ايه العبد ما دام الملك مدك، وما دام الملك ودك؟ تخاف من ايه ما دام انت في خطاك معدول وباب الرزق مش مكفول بتوقف ليه؟ ومهما العبد زاد غله قليل الحيل، وسنة ربنا في أرضه نهار وليل، طياب وهباب، نهار ده سليم وبكرة مصاب، وديها الدنيا بالأسباب وديه الطير. ولو إنه كتير الخير بأشكاله وأحواله مكفي كل خلق الله وكله معاه، لكن الحقد للحاقد سواد يعمي نظر قلبه ويطفي كل نور جواه. وصاحب العين يشوفك زين تصل جميع أعضائه، ولو شافك كمان فرحان تجيد النار في أحشائه. ولو تطلع هتسمع أعلى قولة وشاغل حاله بالأحوال ويتلفت يمين وشمال، ودا معهوش وليه دا معاه، لكن يصعب عليك يا أخي عينيه وجعها، وعايش الضلمة وسط النور يا حول الله. ولو همل شعادة القر وساب الخلق للخالق وساب الشر، يطول من العذاب ألوان جميع الهم والأحزان تحط عليه. أما أنت يا ماشي بتوقف لي. وشكرا جزيلا.